لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 936 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيما وخزمتان بس رزامندي الله تعالى وهي وادام إيوي آزيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والأخوة شويستان وكل دواني رابط لخدمة دوات بيروز دابوين كرب العالمين أو غنيمي توزيع دكاك كوتبردست مسلمانان بجهاد وقتال وتيكوشان دفرمي بزانو يقين تانبي أو غنيمة هرچند چی بیکەم بیان زۆر بکە کەوتە بەردەستان ئەوە دەکرێتە 5 بەش 4 بەشی لە بۆ مجاهیدەکان تەوزیع دەکرێتن 5 یەکەکەشی ئەوە فەلیلله لە بۆ الله تعالی وللرسول کەواتە وەکو باسمان کرد ابتداء و باسکردنی الله تعالی لێرەدا وەکو تەعظیمە واتەخوای گەورە بەو شێوە تەوزیع دەکات لێیە عولەما دەڵێن ئەو 5 یەکەش دەکرێتە 5 بەش بەشێکیان لە بۆ خوا و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کەواتە تەسلیم پێغەمبەر دەکرێت صلی الله علیه و سلم و ئەوجە بەشەکانی دیکەش لە بۆ خزم و کەسی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم و هەروەها بەشی سەیەم ولذي القربى واليتامى يتیمەکان مسكين وابن السبيل أو ندار وأهلها أو ريبوار ودابرايا. لا أضواء الباندر الصحيح أن نصيبه صلى الله عليه وسلم باقي كواتا لدواي مناقشة زور لدواي وفاة بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بينزي كهر كوالا بيغمبر دان صلى الله عليه وسلم هر دمينه يان نامينه وأن إمام رئيس صحيح أويك أو نصيبه هر دمينه أو بشأ أن إمام المسلمين يصرفه فيما كان يصرفه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين أو بشا بيان صلى الله عليه وسلم هرما أو بشا أو لدواي هر كسك وكو خليفيك لدواي بيان صلى الله عليه وسلم وكو إمامك لبو إيمان داران توزيع إيدك لمصلحة مسلمانان كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي وايدكر لا سعديد الله. وأما هذا الخمس فيقسم 5 أسهم أو بينزيكي كخواي قور زيادة كاتو لغانيمة أو يجدكرة بينز باش سهم لله ولرسول كواتا سهم يكم لبو خوا سبحانه وتعالى ببيغمبر كي كو صرف ذكره يصرف في مصالح المسلمين عامة من غير تعيين لمصلحة كواتا أو بينزيكي كي لبو الله تعالى ولبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو مصالح مسلمان بقشتي ببيو التعيين بكري كوالا بوشتش محدد بي لأن الله جعله له ولرسوله وأخوي يقول أبو خوي بيغمبر كي داينا صلى الله عليه وسلم والله ورسوله غنيان عنه ترخوا سبحانه وتعالى بيست بيني وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست بيني فعلم أنه لعباد الله كواتلبو بندكان إخوة فإذا لم يعين الله له مصرفا إخوة يقول زي قاش لبو تحديد نكر بيدل على أن مصرفه لمصالح العامة كوات ما دام إخوة يقول تعيين نكر لو شيء لو مصلحة عام صرف ذكره. لا تفسير قاسمي دار أجمعوا أو قلت من حق إخوة حق بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا خلاصة أو بينزي كذا كريت بينز باش إيش يعني بخوا بيغمبر إخوة صرف ذكرته لبو مصلحة مسلمانان. ديت سرب صنف دوام ذوي القربى ولذي القربى أجمعوا على أن المراد بذوي القربى قرابته صلى الله عليه وسلم كواتا خزم كسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إجماع إلى سرك والبوانا. وذهب الجمهور على أن سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة خزم بيغمبر صلى الله عليه وسلم
بتايبتي نوي هاشم نوي مطلب بتايبتي، لأن بني مطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية. كواتا بني مطلب لقل بني هاشم دائما يارمتي دريق بين الجاهليتيش، وفي أول الإسلام لسرتاي مسلمانيتيش، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماية له. حتى وكو لو كاتيكوا قريشية كان حصاريا خصة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل مسلمانان لا أو وكو مشهور بو الشعب أبي طالب ليندري إيتر بني هاشم وهيز لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا قوم خزم كسخوي، وبني بابلين بني مطلبيش بهمان شيوة، بني مطلبيش بقشتي بهمان شيوة عيني أوانيش هاتنناو أو حصارو أوانيش هاتن لقلوان بجداريان كردو وكو باربشتيق لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو بني هاشم وكو حمايتش لبوي مسلمهم طاعة لله ورسوله. أواني كمسلمان بون بجورالي خوا بيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم هاتن أوانيش داخل بون، وكافرهم حمية للعشيرة كافر كانشان هرهات داخلي أو حصاري بون لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم عيني لقل مسلمانان حمية للعشيرة وكو باربشتيتشي لروانجي عشيرتوا، وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكو طاعتش لبو أوكاتك وأبو طالب قوري قومك أبو وكو طاعت جوراليتش لبو أبو طالب. وأما بنو عبد الشمس وبنو نوفل وإن كانوا ابني عمهم، برام بني عبد الشمس وبني نوفل أقرت أوانج آموزابونو وكوري بن عامبون لقل بن مالي بيغم صلى الله عليه وسلم لم يوافقوهم لقل أوانم بل حاربوهم ونابذوهم، بلكو محاربشيان كردنو ليشيان أو من بابلي منابذيان كردو ليشيان لو خويان زيا كردبو، وما لأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. بلكو بال بشتي تيركان قريشان كل جي بيغم صلى الله عليه وسلم كواتا أو كوا بذوي القربى حسابه حتى روج قيامتش هر غنيمة كبي أو بشي أواني شيتيدا لو بينزيكي أواني تشينا بنو هاشم وبنو مطلب. وقد روي عن ابن عباس وزين العابدين والباقر أنه يستوي في العطاء بين غنيهم وفقيرهم ذكورهم وإناثهم كواتا أو بنو مطلب بنو هاشم كوا غنيمة بشيان لغنيمة هي أو فقير دور من دكانيان بياو آفرة كانيان هر هموي وكو يكن، لأن اسم القرابة يشملهم ولم عوضوه لما حرمت عليهم الزكاة لما حرمت عليهم الزكاة. يعني بلوي أوانا كخزم كسب بيغمبر صلى الله عليه وسلم زكاة يعني ليه حرام كراية لويا لبران بردا بشق لغنيمان تدريته. واعتبر الشافعي أن سهمهم استحق بالقرابة فأشبه بالميراث، برام إمام شافعي دله أو سهم كوادريتوان بحكم خزماتي دي أندريتي كخزماتي لقى بيغمبر صلى الله عليه وسلم هي لويا وكو ميراث توزيع ذكر فللذكر منه مثل حظ الأنثيين. كواتا قتمان علماء دلن لبو خزمو كسكي بياو آفرتان وكويكا فقير دورو من ديان وكويكا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه المادم بسبب قرابته دي أندريتي وكو ميراث توزيع ذكر بويكوا بياويك دو سهمي دو هي آفرتش يك سهمي هي. لا تفسير سعد دلي وأضافه الله إلى القرابة، أضاف الله إلى القرابة دليل على أن العلة فيه مجرد القرابة فيستوي فيه غنيم وفقير وذكر. كواتا إمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي دلي مادام أنا بصفة خزماتي وردقرن ضل فقير ودولة من ديان وكيا وذكري بياو آفرتان وكيا وركوات زورنا علماء لسرعون. لا تفسير قاسمي دلي لدواي أو كوابات ذو القرباكر أو ذا باس ليتيمان دك قيل يخص به فقراؤهم أو يتيمانك وفقيرا أوان بشيان هي لو غنيمة، وقيل يعم الأغنياء والفقراء تيان خير هندش كدلين لبو فقير دولة من دكانة وكو ابن كثير دلي والأظهر الثاني وكو قاسميش دلي رأي دوام بهيسترك وفقير دولة من ديان وكو يكبر دقري. ومساكين المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ويكفيهم مسكين أو كسيكوا أو دينات دستكوا احتياج خوي بيا بركاتو أويش بشيها. وكل تفسير سعدي جل ابن السبيل أو ابن السبيل شيء وهو الغريب المنقطع به في غير بلده أو كسمسافري كوا دابرايا لغير ولات خوي أو دشين بيا بقريتوا. وللمسافر المحتاج للمال في سفري أو مسافري كوا بيستي بمال هي لو سفري كوا تيدايا.
وبعض المفسرين يقول أو هل قاسمي إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكون فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى. إتر هندق المفسرين دلين بينزيتشي غنيمة طبعا لو أصنافاني كواخواي قول باسكر در ناسي ولا يلزم أن يكون فيه على السواء شرطيجني كذا يندريتي وكو يك بيان دريتي بلكو حسب مصلحة لشين دريت شيء زيادة بيستي دريتي بي إتر بوشيوي قسان لسر كديا باشان دفرمي كاو هاتان توزيع كير إن كنتم آمنتم بالله وكل قاسم وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان كواتا بوشيوي بينزي كي توزيع بكن أو مرزي إيمانا أجر إن كنتم آمنتم بالله إيمانتان بالله تعالى هيا فاعملوا بما ذكر دي كار بكن بوي كوا خواهي يقول بوشيوي توزيعي كديا وارضوا بهذه القسمة رازيبا بوشي وازي توزيع كنه فالإيمان يوجب العمل بالعلم والرضا بالحكم كواتا كسيق إيمانها بي بيويستا أوي كزاني بيكا تعمل وهروها كإيمانها بيويستا رازيبي بحكم خواهي قبرة سبحانه وتعالى وكل تفسير محرر جداري ليس الإيمان دل أو آتى بلغي لسروي كذا فرمي أنقو بوشي ويكار كان أجر إيمان تانها بلغي لسروي ليس الإيمان بالتمني إيمان أوني كسك تمنابك والله خوزقا أو هابا أو هابا ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وكل تعريف كي حسن بصري هاتي إيمان أويك لدل زيجير دبيو وهروها بعمليش راستي كي دسلميني ولا بد لقيامه من قبول ما شرعه الله لبوي إيمان دامز لدرون كسك بيويست أويك أخوة تشريعي كرديا قبولي بك والتحقيق في واقع الحياة قبولي بيو زي بزيجي بك لواقع جياندا وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول الله سبحانه واعلموا أن ما غنمتم كواتا فعلا زور بصريحي خواهي دكاتا مرزي إيمان أجر إيمان تنهي بالله تعالى بيوست أو حكمي كوا دفرمي لسوني التوزيع كردني غريمة كريدة باسكرا قبول بيوت زي بزيجي بكي لخالش كإن كنتم آمنتم بالله درجيء في الشرط بحرف إن كنتم إن في حرف الشرط التي شأن شرطها أن يكون مشكوكا في وقوعه إن كنتم حتى إن لبوشتك بكار ده هندري كوا مشكوك بي شكوك ما انتدابي لو أوي بكار هنا حكمة كتسيا زيادة في حثهم على الطاعة زيادتها أجر إيمانته ده بوابكي قلتلبو هاندانا كوا جورالي بكي حيث يفرض حالا في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهابا لهم ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم كوا لبو هاندانا أجر إيمان تام الله تعالى بيستبو الشيوية كار بكن وقبول تام بيو زي بزي بكن كوا لبو هاندانا كوا فعلا بيسلمينة إيمان داري وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وكل تفسير قاسمي دله معطوف على بالله أي إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل كواتاجر إيمان تام بالله تعالى هي وإيمان نشتان هي بوي كوا دامان بزان دي لبو بندكي خومان على عبدنا أي محمد عليه الصلاة والسلام من الآيات والملائكة والنصر كواتا أجر إيمان تام بالله تعالى هي وإيمان تام بوي هي كوا لسر بندكي خومان دامان بزان طبعا ليرو لسندين زي قاعد كخواي يقول كباسي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبد وصفي ذاك عبدي الله تعالى كواب راسي وقورتني مرتبه شرفه خواي يقول سبحانه وتعالى وصفي ذاك بعبودية واتبع بوظيفة عبودية هستا بباشترين شيوة لو خواي يقول بفخر الشاناز بعبد باسي ذاك وأجر إيمان اشتان بوي هيك إيمان تن بخواه وإيمان اشتان بوي هيك لبو عبد كمان دامان بزان تسمان دا بزان من الآيات أو آتان لبو دابزيا وأو ملائكة نصرتيك لبو دابزيلا غزوي بدر لباقي غزوات كان بتايبتيش يوم الفرقان أو دامان بزان لآيات وهو لو ملائكة لو نصرتك لبو دابزان لروج فرقان لروج فرقان سيا يوم التقى الجمعان كوا أودو جمعان قيشنا يكتير لو يزانان دفرمون يوم الفرقان سروجك يوم بدر فإن فرق فيه بين الحق والباطل لو رجدا يقول حق باطل ليك زيا كردوا والفرقان بمعناه اللغة والإضافة فيه للعهد كواتا يوم الفرقان بألف لام باس كردية لبروي روجة معروفة أو روجة كوا فرقان بو لبنيوان حق باطل
يوم التقى الجمعان، يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين، كواتا أو رجيكوا مسلمان وكافران قيشتنا يكتري خواي قولنا لنا الروجي فرقان، فكان التقاؤهما يوم الجمعة أو روجي جمعة ل17 مضت من رمضان، روجي حفدي رمضان يجبو، والمؤمنون يومئذ 319 رجلا، جماري إيمان داران لو زي شدا سيصتو سيزدد سارد كسيك بو، والمشركون ما بين 1900 عدد المشركين كان بين 6,000 كسبوا، فهزم الله المشركين. الله تعالى هزيمي بس المشركين داهنا، وقتل منهم زيادة على 70، زيادة لحفتا كس لسلان قريش كجرا، وأسر منهم مثل ذلك. كواتا أو هندشيان لي بديل جيرا إتلا نتيجة دا خواي قول سبحانه وتعالى أهل حق بقيادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسري خستن لسر أهل باطل، خواي قول سبحانه وتعالى أهل باطل رسواكر إتل أو روجة فعلا وكو خواي قول وصف دكا يوم الفرقان بو حق باطل ليك ديابو، خواي قول سبحانه وتعالى تأييد أهل حق دكاو وأهل باطل رسوا دكا. ديار برزان هشتاش تتريج مال تفسير وآتدا باسي بكين ببشتواني خواي قورا لواني داعتو دينو خزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.